السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين نتستت كارت الشاشة. هنتستته ازاي؟ أول شيء قبل ما اشتري كارت الشاشة قدامي بدل المحل 100 أشوف المحل اللي هو مصدر ثقة عنده مصداقية، تمام؟ واشتري منه واسأل مرة واتنين وتلاتة في كل المحلات وأعرف من ده ومن ده ومن ده. خلاص كده أول نقطة المصداقية. تاني نقطة أمسك الكارت زي ما أنت شايف كده، المروحة بتاعته دي أشوف هي بتطلع فوق وتحت كده معايا ولا لأ. بتطلع فوق وتحت يبقى الكارت ده متهان شويه، حالته يعني طلع عينه، واخد بالك؟ دي اول نقطه. تاني نقطه اشوف البنات دي اللي باللون الذهبي دي هل فيها اي واحده فيهم طايره ولا لا. مثلا تعالى لي كده، ما تدخلش على، عشان تبقى الامور واضحه، ما تدخلش هنا على المكان الفاضي ده اللي فوق هنا ده واقول دي بينا طايره. لا، دي مش بينا طايره، ده طبيعي في الكارت ما فيهاش اي مشاكل. لكن البنه اللي باللون الذهبي تمام كده ما تبقاش مكسوره ولا طايره. دي نقطه. تاني نقطه ما امسكش، طبعا همسكه كده اهو، ابص هنا كده في المكان ده اسود، معنى كده ان كان في لحمات هنا. طيب اتاكد ازاي؟ بتلاقي في حاجات غامقه كده وتحروقه كده واخد بالك؟ يبقى معنى كده ان كان في هنا مكثف متغير، اللي هي المكثف ده مثلا، تمام؟ ما دام مكثف متغير خلاص ده ما ينفعكش. مروحه بتلب معاك كده يبقى اتهان، واخد بالك؟ الف المروحه دي كده بتلف معايا بسرعه يبقى كارت كويس، لكن بسرعه وعماله تلق كده يبقى برضو الكارت متهان. وبرضو مش معنى انها بتلف بسرعه يبقى انت كده خلاص عرفت ان الكارت ده كويس واموره تمام. ممكن يكون هو حاطط لك ايه، منظف الكارت ببخاخ اللي هو الايه القاي الزيت وكده، هيخليها لك تجري لوحديها، ينفخ كده تجري قدامك يقول لك كارت 100 100 بس هو طالع عينه، واخد بالك؟ طيب ايه تاني؟ يبقى كده مكثفات، لحمات، البنات ما تبقاش طايره، تمام؟ ما يكونش فيه شرخ في البورده، لان الكروت دي لما بيحطوها على بعضها كده في ناس برضو دماغها تعبانه فبيحطها فوق بعض فتلاقي في شرخ في البورده كده. دي نقطه. يتاكد من كل ده. بعد ما اتاكد من كل ده ارجع هنا للايه المخارج بتاعتي، اشوف المخرج ده واجربه، اركب اشتغل زي الفل، المخرج التاني اشتغل زي الفل خلاص 100 100، التالت الرابع ايا كان عدد المخارج. نقطه تاني اقول له الكارت ده هيركب على كيسه كذا والباور اللي عندي وضعه كذا، عشان ما يقولكش الباور يشغله وتيجي بعد كده تلبس ان الباور مش قادر يقوم لك كارت الشاشه، وخصوصا الكروت العاليه. خلاص كده، لان كل ما بتعلى بكارت الشاشه كل ما بتحتاج فولتات وباور اعلى، واخد بالك كده الامور تمام؟ طيب احنا كل ده بنتست واحنا لسه بره ما ركبناش الكارت في الشاشه. انضف ده، انضف المكان بتاعه في البورده، وابدا اركب كارت الشاشه. هل انا هتستت عن طريق ميني ويندوز ولا عن طريق ان انا اثبت ويندوز على الجهاز كامل وتعريفات اصليه من الشركه وابدا العب لعبه واجرب؟ انا في رايي سيبك من ميني ويندوز، انزل ويندوز جديد واثبت التعريفات الرسميه بتاعت الكارت الرسميه من الموقع. سيبك من الاسطوانات اللي هي سنابي ومش عارف ايه وايه، التعريف الرسمي بتاع الكارت، وادخل اشغل لعبه مثلا. طب ما عنديش العاب، خلاص هقول لك في الحاله دي تدخل على تيست بالبرامج. ايه البرنامج؟ اهو البرنامج ده اسمه فورمارك، تمام؟ بعد ما بتفتحه تضغط هنا على كلمه رن زي ما انت شايف كده اهي، رن، وابدا ابص هنا على الايه، على البيانات اللي موجوده عندي هنا. اهم نقطه في كل ده ان انت تراجع الحراره بتاعته. درجه الحراره عندي هنا وصلت كام؟ مثلا لو وصلت 80، 80 ده عامل زي ال 80 بتاع الهيلث بتاع الهارد، اقل من 80 ما ينفعش تاخده. نفس القصه هنا، اذا وصلت 80 وطالع عن 80 ما تاخدش الكارت، كارت تعبان هيأثر على جهازك بعد كده، تمام؟ طيب اسيبه يفحص كده قد ايه؟ اسيبه يفحص كده 5 دقايق اقل شيء، اقل حاجه 5 دقايق، واسيبه لحد ما يخلص خالص، ما عنديش اي مشكله. واشوف بقى الفريمات هنا وكل الامور دي كلها اقعد اركز فيها كده وما اسيبهاش، واخد بالك؟ طيب خلصنا القصه دي، انزل لعبه برضو تاني والعب اللعبه واشوف ايه الوضع ماشي ازاي. وما انساش لو انا عندي الرامات راكبه الباص مختلف ممكن الجهاز يراستر معايا، فما اقولش ان ده عيب في ايه، في كارت الشاشه. لا، اراجع الرامات بتاعتي، لو الباص فيها مختلف يبقى مشكله في كارت الايه، في الرامات بتاعتك مش في الكارت. يعني لازم من الاخر الكارت يكون متوافق مع البورده، متوافق مع الرامات بتاعتك، الباص يكون مظبوط بتاع الكيسه اصلا بتاعتك،
ويكون في نفس الوقت امورك كده تمام، ما عندكش مشكله. بعد كل اللي احنا عملناه ده، لو حصل اي مشكله نرجع للنقطه الاولى اللي هي المصداقيه، انك ترجع تلاقي الراجل يقول لك يا حبيبي ما تشغلش بالك هات اغيره لك. فالمصداقيه ثم المصداقيه ثم المصداقيه، وبعد كده التست اللي احنا قلنا عليه ده كله. خلاص كده، معلش طولت عليكم، بس مش هتلاقي حد قال لك المعلومات دي كلها في 5 6 دقايق. يعني ده المفيد المختصر بتاع القصه دي كلها. تمام كده، سلام عليكم.